اهو انت زي محجوب ويمكن اكتر كمان. تعال شوف المفاجآت اللي انت بتعملها كل يوم وانت مش عارف، وبعدين تستغرب وتقول فاتورة الكهرباء زادت ليه. محجوب كان كل شهر يبص على فاتورة الكهرباء ويقول هو انا فاتح مصنع، لكن لما راجع يومه اكتشف ان المشكلة ما كانتش في حاجة واحدة، دي كانت مجموعة عادات صغيرة كل واحدة منهم بتزود الاستهلاك من غير ما ياخد باله. تعال نشوف هو عمل ايه غلط وايه اللي ممكن انت تعمله علشان تقلل استهلاك الكهرباء وما تبقاش زيه. واول مصيبة اكتشفها محجوب كانت المكيف. محجوب كان بيرجع البيت يشغل المكيف ويظبطه على 16 درجة، وبعدها يفتح الباب ويروح المطبخ ويرجع يفتح الباب تاني، والشباك احيانا يبقى مفتوح، وبعدين يقول المكيف ده مش بيبرد. يا محجوب المكيف ده مش ساحر، لما تظبطه على درجة حرارة منخفضة جدا انت بتطلب منه يشتغل اكتر علشان يوصل للدرجة المطلوبة، خصوصا لو الغرفة نفسها فيها تسريب للهواء او الابواب بتتفتح باستمرار. درجة في حدود 22 او 24 درجة ممكن تكون مناسبة ومريحة لكتير من الناس، والاهم انك تقفل الابواب والشبابيك وتحافظ على برودة الغرفة بدل ما تخلي المكيف يحاول يبرد الغرفة ويبرد الشارع كمان. وكمان نظافة فلتر المكيف مهمة جدا، لو الفلتر مش نظيف تدفق الهواء ممكن يبقى أسوأ والمكيف يضطر يشتغل بجهد أكبر. بعدها محجوب اكتشف مصيبة تانية، التلفزيون شغال، اللمبات شغالة، الشاحن في الكهرباء، والتكييف نفسه شغال، ومحجوب في المطبخ. يا محجوب انت رايح فين وسايب البيت شغال لوحده؟ مش كل جهاز بتسيبه شغال لازم يكون استهلاكه ضخم، لكن لما تجمع أجهزة كتيرة وعادات بتتكرر كل يوم الاستهلاك بيتراكم. فاطفي اللي مش محتاجه وما تسيبش الأجهزة شغالة لمجرد انك نسيت انها شغالة. وبعدين محجوب وصل للسخان. محجوب كان بيشتكي ان السخان بقى بياخد وقت اطول علشان يسخن المية، لكن لما فحصه اتضح ان تراكم الاملاح والترسبات ممكن يقلل كفاءة التسخين ويأثر على اداء السخان، وده مهم جدا خصوصا في الاماكن اللي المية فيها نسبة املاح وترسبات عالية. فالصيانة الدورية بالطريقة المناسبة للجهاز مهمة جدا، لان لما الجهاز يشتغل بكفاءة اقل ممكن يحتاج وقت اطول علشان يعمل نفس المهمة، وبالتالي هيستهلك كهرباء اكتر وتزيد الفاتورة. محجوب كمان كان بيستخدم الأجهزة من غير ما يفكر في طريقة الاستخدام. الغسالة مثلا مش لازم تشغل دورة كاملة كل مرة على كمية صغيرة من الغسيل، لو تقدر تجمع الغسيل بشكل مناسب. وفي بعض الغسالات استهلاك الدورة مش بيختلف بنفس النسبة اللي انت متخيلها لمجرد انك زودت شوية هدوم، فتنظيم الغسيل وتشغيل حمولة مناسبة افضل من تشغيل الغسالة مرات كتيرة. تلاجة ما تحطش الاكل وهو سخن جدا، وما تفتحش الباب كل دقيقتين وتفضل واقف تفكر اكل ايه. التلاجة مش محل بقالة يا محجوب، كل مرة تستخدم الجهاز بطريقة غير مناسبة انت ممكن تخليه يشتغل اكتر من اللي انت محتاجه. وفي نقطة ناس كتير ما بتفكرش فيها، التوصيلات الكهربائية نفسها. مش معنى ان الجهاز شغال ان اي سلك او توصيلة تنفع معاه. الاجهزة اللي فيها احمال عالية لازم يكون ليها توصيل مناسب للمواصفات وللحمل الكهربائي، والتنفيذ لازم يكون بشكل امن وعلى ايد شخص مختص. يعني ما تحاولش توفر في التوصيلات وتدفع الثمن بعدين، ولو لاحظت سخونة مش طبيعية او شميت ريحة حرق ما تستناش، افصل الجهاز بامان وخلي شخص مختص يفحص المشكلة. والاهم الجهاز نفسه. محجوب قال طب انا عملت كل ده خلاص كده؟ لا، في نقطة مهمة جدا، انت بتشتري الجهاز نفسه ازاي؟ ممكن تلاقي جهازين بنفس الفئة ونفس الاستخدام تقريبا، لكن مواصفات استهلاك الطاقة بينهم مختلفة، واحيانا تلاقي جهاز عليه خصم فتقول ده ارخص اخده، لكن السعر وقت الشراء مش هو التكلفة الوحيدة. بص على بطاقة كفاءة الطاقة ومواصفات الاستهلاك وقارن بين الأجهزة قبل ما تدفع، خصوصا في الأجهزة اللي بتشتغل ساعات طويلة زي المكيفات والسخانات والثلاجات. فلو انت عايز تخفض فاتورتك اكتر ما تبصش بس على سعر الجهاز، بص على الجهاز هيكلفك ايه بعد ما تحطه في بيتك وتستخدمه كل يوم. محجوب في الاخر اكتشف ان فاتورة الكهرباء ما كانتش المشكلة لوحدها، المشكلة كانت في حاجات صغيرة بتتكرر كل يوم، مكيف مظبوط غلط، جهاز شغال من غير داعي، صيانة متأخرة، استخدام غير منظم، وجهاز اتشرى من غير ما يبص على كفاءة استهلاكه. وانت كمان ممكن تبدأ بحاجة واحدة من دول النهاردة، لان تقليل فاتورة الكهرباء مش معناه انك تعيش في الضلمة وتقفل المكيف. الفكرة انك تستخدم الكهرباء بذكاء مش بحرمان.